السلام عليكم. دونك هذا الفيديو درتو لواحد الناس، صيفطوا لي بعض الميساجات بكوني انني مخرج وعندي زعما معرفه بالقنوات بالسينما. فكيتسائلوا علاش هذيك السيده بوطازوط، دنيا بوطازوط، علاش كيلقاوها في كل المسلسلات وكل الاشهارات وكل البرامج، هي في العروسه، هي في يعني شادت التلفازه كامله. واش لانها تتقن الادوار؟ واش لان عندها شي حد كيعرفها؟ واش لانها عندها دبلومات؟ هادشي كله غادي نجاوبكم عليه بصدق. انا راه صايم، ما غادي ماشي غادي نكذب عليها ولا نتبنى عليها. الوغ جوج الحوايج اللي كيخليو بوطازوط ولا غير هذاك رشيد شو داك يعني كاع اللي شفتوه في التلفازه لاصق تما في كل رمضان كيطلع لكم، عرف راه كاين جوج الحوايج. اولا هذوك الناس كيكونوا مجتهدين، ولكن الاجتهاد ماشي داكشي اللي على بالكم. كتلقاه كيزيد في السيناريو، بحال دابا مثلا بوطازوط كيعيطوا لها لشي مسلسل اللي كتبوا، يعني كتبوا خاوي، ما كاينش شي حاجه كتضحك ولا شي حاجه، ما عندوش مع الكوميديا ومع دونك هي كتزيد من راسها ارتجال. هذا الارتجال ماشي عند اي واحد، كترتجل فكتعتق هذوك الكتاب والمخرجين، بلاص ما يديروش حاجه باسله وحامضه، هي اصلا باسله وحامضه، ولكن هي كتعتقهم، كتزيد وتعطي لهذا قول انت قول انت قول انت، كتولي هي المخرجه وهي السيناريست. باش تكون في بالكم، هي عندها هاد الحوارات وهذا الشيء، لان السيده عندها على الاطلاع، سيرتو فهادشي العروبيه وهذا الشيء ديال، وكتفرج افلام ومسلسلات، فكتاخذ من مصر، تاخذ من لبنان، تاخذ من كذا وتعطيهم، وهما فرحانين بها. ممثلين اخرين ما كيديروش هذا الشيء، كيقراو السيناريو وكيأديو داك الشيء كما هو. دونك كاين عندها واحد الاجتهاد اللي هو كيخليها يعتمدوا على السيناريست ويعتمد على المخرج ويعتمدوا على حتى الممثلين، كتعطيهم ما يقولوا باش يضحكوا الناس، يعني بزز باش يضحكوا الناس، يخرجوا لهم ديك الابتسامه بالقوه. الحاجه الثانيه هو ان ملي كيخدم شي حد في القناه الاولى او القناه الثانيه او القنوات كلهم كنعرفهم ديال الدوله، يعني الدوله اللي كتصرف عليهم، ماشي هما اللي كيجيبوا الفلوس ولا كيربحوا ولا كيبيعوا مسلسلات وافلام لدول اخرى، لا، الدوله اللي كتعطيهم، واخا يديروا الافلاس الدوله كتزيدهم فلوس، يعني الفلوس داخله. فهاد الفلوس هذوك المسؤولين ديال دوزيام ولا رطيم كلهم كيبغيو ياخذوا الحصه ديالهم، يعني شفاره، كيبغيو ياخذوا رزقهم من داك اي ممثل عطاه ولا مخرج كياكلوا معاه. دونك بالنسبه لهم هذه الممثله كدوز لهم بحال اللي كنقولوا كتبيض الاموال ديال الدوله، يعني كيعطيوها 10 المليون، كتاخذ منها مليون ولا جوج، تيدوز داك الشيء في الصفقه ولا كيدير الماضي ديالها في كونطرا، يدوز ليها الصالير، كيثيقوا فيها، ما هي انسانه يعني كتخدم معاهم دائما، ما يمكنش تخضرهم، فكيعطيوها 10 المليون، كتسني عليهم، كيجيستيفيو هما القناه والماليه ووزاره الماليه وداك الشيء بان 10 المليون مشات لبوطازوط في هذا المسلسل او برنامج. كتدخل لها هي في كونت، كتاخذ 2 مليون اللي اتفقوا عليها وتعطيهم 8 رشوه. فهاد العمليه كتكرر في كل رمضان مع رشيد شو، مع كلهم هذوك اللي لاصقين تما. وبالتالي كيصعب على المسؤولين ديال التلفزيون دوزيام ولا الارتيام ولا غيرها من القنوات يتعاملوا مع بزاف الناس، والا غتنتشر هذه القضيه، كلشي غادي يقول خداو معايا النص، خداو معايا الربع، داو ليا كلشي، كيشدوا الرشوه. دونك هما اش كيديروا؟ كيحددوا الناس اللي غيخدموا معاهم وكيهددوهم، تيقولوا ما تخدموا معنا، ولا كلا مشيتوا تفضحتونا وداك الشيء، راه عندنا علاقات كبيره وعندنا كذا. دونك رشيد شو ما عمره غيحيد من ذاك البرنامج، هاد بوطازوط ما عمرها غتمشي تحيد من البرنامج، وغادي تبقى تشوفوها يعني في جميع البرامج. علاش؟ لانها متفقه معاهم، كتبيض لهم الاموال، كتاخذ رزقها، وهذا الشيء معروف جاري بالعمل في الميدان السينمائي، في كل شيء كدير داكشي اللي في كونطرا ماشي هو اللي كتاخذ، يعني هادشي معروف. فلذلك هي بالنسبه لهم يعني مروجه الاموال، كتاخذ من عندهم وتعطيهم وترد لهم وكتوكلهم وتاكل هي، ولكن في نفس الوقت كتعطيهم عطيني في السيناريو، كتغنيه ليهم فما عمرهم غادي يحيدوا هادو، ما عمرهم غادي يحيدوا من هذوك، لا هي ولا عزيز داداس ولا عدد ديال الممثلين تبقى تشوفهم طول حياتكم ما كيتبدلوش، وبالتالي كيفرضوها عليكم فرض، وبالتالي هما اللي كيقدروا يتعاملوا معهم، ما يقدروش يتعاملوا مع براني، غيتعاملوا معايا راه نفضحهم، ما نكذبش عليكم، غيتعاملوا مع شي واحد غيفضحهم. بحال ترى مثلا الناصري شنو وقع له باش داز مع القنوات؟ كان كياخذ من عندهم وكيبيت حتى هو كذلك، يعطيوه 20 مليون، كياخذ منها 10 وكيرد لهم 10 رشوه وكذا وكذا. واحد النهار قرر باش ما يرد لهمش، صافي ما يسدوا عليه، قال لهم لا، خصكم تخلصوني مزيان، انا كنخرج نيت واحد الوقت، خاصكم تخلصوني بفلوسي كاملين، انا ضايع معاكم. غير يقول هذه الجمله هذه صافي ما بقاش الثقه، حيدوه من التلفازه، ما بقاش عنده خدمه معاهم.
اي واحد تيفضحهم يقول لك ما تخلصتش، ولا الشركه ما عطاتنيش، او التلفزيون ما عطانيش داك القدر اللي بغيت، صافي ما كيبقاوش يتعاملوا معاه. بحال الجم كذلك، ما بغاش يتعامل معاهم بديك القضيه ديال الرشوه، دونك تعيطوا له غير بالمناسبات يخلصوه يمشي بحاله، ما كيدخلش معاهم في داك اما رشيد شو هادو داخلين معاهم باينه، لان ماشي غير هما اللي كاينين في المغرب كيعرفوا يجتهدوا، ماشي هما اللي كاينين ممثلين، ماشي انت ما يعني ما كاين ما احسن منهم وكاين ما، ولكن الفرص كتعطى غير لهم هما لان فيها الربح، اولا كيستافدوا منهم من داك الشيء اللي داك الارتجال ديال السيناريوهات وداك الشيء. و فوالا ملي كيكون المخرج حمار يعني كيعتمد على الممثله تبقى دير داك الارتجال وداك الشيء، هذا الشيء اللي كاين. والمسؤولين كياكلوا الخبز معاهم، فما عمرهم ما يتبدلوا، غادي تحملوهم طول حياتكم، بلا ما تبقاو تسائلوا علاش جالسه تما، واش كاينه غيرها. واحد يقول لك حقها فنانه كبيره، ما كاين لا فنانه كبيره، كاين احسن منها، كاين ما احسن منها بألف درجه، وكاين احسن من رشيد شو. وراه شي كيدخلوا نهار الاول الاغلاط وكيعلموهم ويدربوهم حتى تيولاو وليدات القناه، ودليل على ذلك راه كتسمعوا حنا ولاد القناه، حنا ولاد الدوزيام، حنا ولاد ماج، داك الشيء مربينهم تما، ولوبي واحد وعائله وحده كيتعشى وحده في الطاطا وكيفرقوا بعضهم داك الفلوس، وشي كيستر شي. تبقاو على خير، الله يعاونكم. اللي يقدر يدخل في هذا السيستيم راه يقدر يدخل معاهم، يبقى دايما معاهم. السلام عليكم. دونك هذا الفيديو درتو لواحد الناس، صيفطوا لي بعض الميساجات بكوني انني مخرج وعندي زعما معرفه بالقنوات بالسينما، فكيتسائلوا علاش هذيك السيده بوطازوط، دنيا بوطازوط، علاش كيلقاوها في كل المسلسلات وكل الاشهارات وكل البرامج، هي في العروسه، هي في يعني شادت التلفازه كامله. واش لانها تتقن الادوار؟ واش لان عندها شي حد كيعرفها؟ واش لانها عندها دبلومات؟ هادشي كله غادي نجاوبكم عليه يعني بصدق. انا راه صايم، ما غادي ماشي غادي نكذب عليها ولا نتبنى عليها. الوغ جوج الحوايج اللي كيخليو بوطازوط ولا غير هذاك رشيد شو داك يعني كاع اللي شفتوه في التلفازه لاصق تما في كل رمضان كيطلع لكم، عرف راه كاين جوج الحوايج. اولا هذوك الناس كيكونوا مجتهدين، ولكن الاجتهاد ماشي داكشي اللي على بالكم، كتلقاه كيزيد في السيناريو. بحال مثلا بوطازوط كيعيطوا لها لشي مسلسل اللي كتبوا، يعني كتبوا خاوي، ما كاينش شي حاجه كتضحك ولا شي حاجه، ما عندوش مع الكوميديا ومع دونك هي كتزيد